صادف الأول من تشرين الثاني ذكرى مرور 175 عاما على تأسيس الصحافة السريانية وصدور أول صحيفة باللغة السريانية زهريري دبهرة. وبهذه المناسبة نظم مركز الدراسات الاستراتيجية السريانية مساء أمس ندوة حوارية تحت شعار قوة الكلمة، وأيضا دور الإعلام السرياني في تشكيل الوعي القومي في مركز الجمعية الخيرية الأرمنية بمدينة قامشلو، وذلك بمشاركة عدد من الصحفيين وممثلي الأحزاب والمؤسسات السريانية. وتمحورت الندوة حول واقع الإعلام السرياني والفرص والتحديات ودور التطوع الرقمي في الإعلام السرياني، وأيضا دور الإعلام السرياني في نشر الوعي القومي ومقتضيات المرحلة الراهنة. رانيا ملكي مسؤولة قسم البرامج في مؤسسة سورويو الإعلامية قالت أن الأول من تشرين الثاني هو اليوم الذي شهد ظهور أول صحيفة سريانية. من جانبه أشار زهير يوسف عضو مشارك في مركز الدراسات الاستراتيجية السريانية أن استمرار الصحافة السريانية من 175 عاما تعتبر مسيرة تاريخية مميزة، خاصة في نقل قضايا الشعوب للرأي العام. اليوم نحن اجينا هون بحضور محاضرة أقامتها مركز الدراسات الاستراتيجية السريانية بسوريا، تحديدا بمناسبة مرور 175 عام على نشوء أول صحيفة سريانية في مدينة أورمي بإيران. كانت الصحيفة اسمها زهريرة دبهرة. في كتير صعوبات بالحقيقة، مو بس بالصحافة السريانية أو الإعلام السرياني، مثل كل إعلام الشعوب، خلينا نقول الشعوب الأقليات بمناطقنا، عنا كتير صعوبات، ولكن في بلش يكون في وعي، ومن خلال الوعي نحن اليوم نقدر إنه نوصل رسالتنا، نقدر إنه نحكي عن حقوقنا وناخذ واجبات، نعمل واجبات. استمرار هاي الصحافة من 175 سنة إلى الآن هي مسيرة تاريخية بتعبر عن رؤية شعب إلى قضيته القومية والتعبير عن هاي القضية القومية عبر وسائل الإعلام المختلفة. طبعا وقوفنا اليوم في هالموقف اليوم هو كذكرى لنعبر عن مختلف قضايا شعبنا اللي بيعيش بهاي المنطقة.